السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في الله عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بأحسن حال وأتم صحة يا رب العالمين. وحشتوني جدا جدا. معايا هنا بقى سمك شخورة، ومعايا سمك بوري. هننضفه مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على النبي يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بقى ننضف مع بعض البوري كده عشان أقول لكم بيتفتح من ورا مش من بطنه ومن ظهره. بالراحة كده بالمقص هنفتحه من ظهره عشان نعمله سنجاري. السنجاري بقى اللي هو بالخضروات كده في الصينية. ما شاء الله تحفة 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 يا حبايب قلبي، وألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. هنفتح السمكة من ظهرها زي ما انتم شايفين كده. أنا كنت عايزة بوري أكبر من كده والله يا حبيبي، بس ما لقيتش، لقيت الحجم ده بس والله كان زي السكر. أنا كنت زعلانة عشان ما لقيتش الحجم الصغير الوسط ده، بس والله كان زي العسل. هنفتح السمكة من ظهرها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله بالراحة خالص عشان ما يتهراش منك، البوري مش بيستحمل. نضفوا كده بقى الحاجات السودة دي تحت الحنفية كده بالمقص والسكينة كده بالراحة. بالسكينة أيوة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حبايب قلبي ما تنسونيش بقى تحطوا لي لايك، حطوا لي لايك. تسلم ايدين اللي بيحط لي لايك يا رب، بيكتب لي كومنت يفرح قلبي. ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا حبايبي. هنشيل بقى الحاجات السودة دي بالسكينة، نجردها كده تحت الحنفية. ده سمك بوري بلدي مش مزارع. هخلص بقى اهو التلات سمكات خلصتهم معاكم اهمت. نعمل بقى الشخورة ننضفها، سهلة جدا. هنضف اللي هي للشوي وهنضف القلي. في بياكل مشوي في بياكل مقلي. بناتي مزهقني والله العظيم في اكله بصراحة. كده انا شلت الراس يبقى ده قلي، سبت الراس يبقى ده شوي. ده مفتاح السر ده ولا ايه بسنت؟ يا حبيبتي ده مفتاح الاكل. صلوا على النبي يا حبايبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. الا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ده بقى هنشويه اللي سايبين راسه ده. هنضفه كده كويس تحت الحنفية. يلا بقى خلص الكمية كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو يا حبايب قلبي. خلاص كده نغسل باقي الحاجات اللي احنا كنا بننضف فيها اول باول كده ورانا زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى انا حطيت بقى ايه، عصرة ليمونة في الصبانة بتاعت المواعين، وشوية اريال صغيرين او شوية اوكسي وصابون سايل وحبة كلور. واغسلي بقى الحاجات الزفرة دي. نغسل بقى الرخامة كويس، نصبنها كويس عشان لما اجي اغسل خضار اغسل اي حاجة في الحوض ما بحبش حوض يبقى زفر او الرخامة زفرة. ننضفه كده بس. عايزين بقى نحط الاول ليمون وملح كده على السمك يتنقع عشان الزفرة تروح منه يبقى طعمه جميل ويتنقع في ملح. ملح وليمون يا حبايبي. معايا بقى 3 ليمونات كده حلوين، نعصرهم كده على السمك. بسم الله بسم الله بسم الله. استنى رأيكم في الكومنتات يا حبايبي، كلامكم بيساعدني والله. حتى لو حد بينتقدني برضو ومفيش أي مشكلة، حد عايز سؤال في الطبخ أو في أي حاجة أنا تحت أمركم يا حبايب قلبي. بحبكم في الله دايما. انتوا عيلتي الكبيرة.
ما تحرمش منكم يا رب. حطوا لي بقى لايك يا حبايب قلبي، وما اشتركش في القناه يشترك، فعلى زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اكلات وتكات ام بسنت معاكم. هنحط بقى شويه كلور كده محترمين، اوكي، على الرخامه كده زي ما انتم شايفين عشان الزفاره. كلور بيطهر. بعد كده بقى حبه اوكسي صغيرين كده رشه. الاوكسي يا حبايبي او اي نوع اريال بينضف الرخام، والله بيخليه مية 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 مية، ولا فراخ الجمعية. واحدة بتقول لي ايه مية مية ولا فراخ الجمعية؟ قلت لها في فراخ جمعية؟ انت هتكلمي اي كلام ولا ايه؟ مفيش فراخ جمعية خلاص، زي زمان واحنا صغيرين كانت ماما تقول رايحة فين؟ رايحة الجمعية اجيب فراخ. خلاص الدنيا اتقل خيرها خالص. والله ما كنا بنفكر نجيب فراخ دي غير كل فين وفين. كناش نعرف ايه الفراخ البيضة دي، كان فراخ بلدي، رومي بلدي، وز، بط، حمام، لحمة، سمك. ما فيش الفراخ البيضة دي، راحت في داهية خالص لما الناس عرفتها وبقت تجيبها. بقى خلاص بقى غليت وبقى لها سعر. خلاص كده نضفنا يا حبيب قلبي في الرخامة. مش عايزة بقى احبطكم، والله مش بحبطكم، بس الدنيا فعلا غالية والاسعار في السما، وربنا يكون في عوننا يا رب ويساعدنا ويوسع رزقنا كلنا اجمعين يا رب العالمين. معايا بقى 3 جزرات كده حلوين قشرتهم، ومعايا بقى ايه كزبرة وبقدونس. بغسلهم غسلة حلوة كده، صفيتهم بعد ما نقعتهم في ملح وشوية خل. ومعايا بقى الخضار ده غسلته كده وسايباه يصفي عشان هحتاجه في السلطة بقى وفي السنجاري غسلت الخضار كله عشان لما عاوز حاجة الاقي ايه موجودة ومتاحة عندي. معايا بتنجانة بتنجانية بقى، محدش يضحك عليا. بتنجانية كده حلوة زي العسل، مركونة في التلاجة، قلت احطها على النار تتشوي. هنقطع بقى الاكل بتاع السنجاري، الاكل هنقطع الخضار بتاع السنجاري، وانا في ايه مش مركزه ليه مع اني شاربه شاي ومتظبطه. هنحط بقى البصل على الطماطم على الفلفل الحار على الفلفل البارد على البابريكا مع بصوا بقى نقطع الليمون، مش هنعصره، نقطعه يا حبايبي مش هنعصره. قطعنا الليمون والكزبره والبقدونس والبصل والثوم. لسه حط توم. متنسيش يا ام بسنت، تركزي يا ام بسنت. حاضر. البهارات بقى معايا كده زي ما انتم شايفين. حطي كمون وملح وفلفل، بحاجه بسيطه خالص، فلفل عشان السمك مش بيحب الفلفل يا حبايبي. سنه قرفه عشان الزفاره. قلبي قلبي قلبي. معلقه توم كده مهروسه. قلبي كل ده بقى وشويه زيت كده، حوالي 3 معالق كبار. قلبي بقى الخلطه دي كلها. في حاجه انا نسيتها يا حبايبي ورجعت حطيتها معاكم في الاخر، ما جبتش الحته دي، الجزر عشان المصداقيه. انا دي امانه وبوصلها لكم رساله وبوصلها لكم، كل واحده بتطبخ لازم اقول لها الصراحه. الجزر وبشورجي وحطيه على الخلطه دي. انا عشان نسيت رحت حاطه بقى الخلطه من تحت السمك، ورحت حاطه فوق السمك، ومشي حيلك حالك يمشي. نحط بقى شويه خلطه كده في الصينيه. ما عندكيش الصواني دي جميله جدا، بعمل بقى المكرونه بشاميل، بعمل بقى السمك السنجاري، بعمل بقى فراخ مشويه، فراخ محشيه مشويه، جميله جميله جميله. هنا بقى افرد ال3 سمكات كده جنب بعض، يا دوبك جم على قد الصينيه. هنحشيهم بقى الحشوه تاني اهو، الخضار الميكس الخضروات اللي احنا عاملينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الجزر طبعا بيخليها جميله، بس انا نسيت فرجعت حطيت تاني، مفيش اي مشكله، قلت هبقول لي برضو حبايبي عشان يبقوا عارفين. الليمون سليم يا حبايبي بيبقى جميل جميل جميل. عايزه تعصري ليمونه وتحطي السليم مفيش مشكله، بس انا شايفه كده جميل. بصوا بقى هنا بقول لكم المقلي مش هنحشيه الحشوه دي، هنحشي اللي هيتشوي بس، اللي احنا نشويه بس يا حبايبي، اللي هو براسه ده. شايفه شايله طبعا الخياشيم بتاعته، بس سايبه الراس كده عشان هشويه. المقلي هحشيه كده فصين توم بحبه ملح بحبه كمون، سريع سريع كده.
اهو الشوي اهو خلصناه، اهو حشو نفس الحشو بتاع السنجاري. دي بقى المقلي عشان بنتي ما بتاكلوش مشوي، عملته لها مقلي. احشي كده حبة توم صغيرين كده، حاجة بسيطة، ريحة بس، ريحة وبيدي طعم كده يعني. نحط بقية الخلطة بقى على السنجاري او البوري. اللي بيحب الروتينات يا حبايبي يكتب لي في التعليقات، واللي بيحب اللي اعمل له الاكل كده يقول لي برضو في التعليقات انهي احسن، الروتينات بتاعتي ولا الاكل. هنا بقى معايا رده كده ومولعه الفرن يسخن. يسخن يا حبايبي، لازم الصاجه بتاعت الفرن تسخن عشان السمك ما يلزقش فيها. معانا رده بقى كده، ايه هعفر بقى بيه السمك او هقلبه في الرده عشان يشرب من الرده. هعمل له طبقه كده من الرده على الوش. الفرن طبعا بيسخن كل ده يا حبايبي، سايبينه يسخن. حضرت السنجاري وحطيته في الفرن، او لسه هحطه في الفرن مش عارفه. و... والشخوره هي حطيتها ايه في رده. دول بقى اللي هحطه في دقيق، برضه هتبله بالدقيق كده، طبعا دقيق وحبه ملح صغيرين خالص، حبه كمون، حبه كزبره، معلقه واحده نشا، معلقه بيكنج باودر، زي ما متعودين كل مره. مش لازم اجيب الخطوات دي معاكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي. انا والله بحاول على قد ما اقدر اني انا اقصر الفيديو، في حاجات بشيلها والله في المونتاج. خلاص كده السمك تبلناه وحطيناه طبعا الكفر بتاعه اللي هو بقى رده او دقيق. يلا بينا بقى ايه، بتنجان القمر دي اتشوت اهي على ما خلصنا. خلاص كده قشرتها معايا بقى معلقتين 3 زيت على النار. انا شلت من الزيت ده شويه عشان لقيته كتير على البتنجانه بصراحه. لا ما شلتش صدقوا، يبقى مش الفيديو ده يا جماعه، انا اتلخبطت. بصوا بقى ايه ده بقى، اديت بس التوم تشويحه كده نفس، ورحت حاطه بقى ايه طماطميه حلوه كده. طبعا انت لازم تحطي طماطم حمرا، انا ما لقيتش طماطم حمرا في السوق، فلقيت طماطميه كده صفرا شويه حطيتها، مفيش مشكله، هشوحها بقرن فلفل بالبهارات طبعا عليها. البتنجانيه نزلنا بيها كده نهرسها في الخليط ده، تشرب بقى من فص الثوم والفلفل الاخضر والفلفل الاسمر والكمون وعصره ليمونه. عندك طحينه حطي، بس كانت جميله بصراحه جنب السمك. خد كزبره كده وهطفي، اول ما احط الكزبره اطفي عليها. السمك بيحب الليمون وبيعشق الطحينه. احنا بقى هنعمل ايه يا حبايبي؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا ناسي على فكره هنعمل ايه. ايوه هنعمل شويه رز ابيض كده بس سريع سريع، انا بحب الرز الابيض جنب السمك جدا، بس اولادي بيحبوا الرز الصياديه، قلت تغيير بقى يا جماعه. تشويحه كده بقى مع حبه زيت، سريع سريع، وشويه ملح. حطي له بقى ميه مغليه، ما بياخدش 5 دقايق يغلي، وتوطي عليه النار وتقلبيه وتسيبيه على نار هاديه خالص. كلي بقى احلى شويه سمك، شويه سمكه، شويه رز ابيض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا بديله تشويحه كده في الزيت عشان يطلع مفلفل وجميل يا حبايبي، ما يعجنش. يلا بينا. ادي الميه السخنه اهي، او السخنه السخنه. انا ما بعيرش الرز يا حبايبي بالميه، انا بالوايم كده بيطلع ما شاء الله مظبوط معايا. طبعا انتي بتحطي كوبايه رز قصادها كوبايه ميه على طول، الرز البلدي. السمك في الفرن واخد لون من تحت، هنقلبه، احنا ما بنحبوش محروق قوي، تحبه طري كده. مش عارفه بتاع السمك لما بقول له خليه طري شويه بيقول لي ايه، مخشف، مش عارفه بقول لي اسمه ايه كده، والله ما انا عارفه. خلاص كده بعمله التتبيله بتاعته، جزره وليمون وفلفل، فلفل ايه توم، نحطش فلفل على السمك. توم يا حبيبي مهروس، ليمون بعد ما عصرتها قطعتها كده عشان يفضل في الميه، وملح وكمون، الكمون اهم حاجه، وشطه حمراء، وعود كزبره بقى كده، وبقدونس مع الجزر. الخلطه دي تحفه. توم مهروس، فلفل اخضر مهروس مع التوم، كزبره ناشفه، كزبره خضراء مع بقدونس،
كمون اهم حاجة، شطة حمرا، كل ده كان مع التوم، انا هرساه وبرضه حطيت كمون تاني. نعمل بقى شوية سلطة كده، عسل عصرنا عليهم ليمونة محترمة كده. حنين عمالة تضحك يا حبايبي، اقوم بعمل فيها ايه البت دي بقى. سنجري خلاص طلع من الفرن اهو يا حبايب قلبي، وبالهنا والشفا على قلوبكم. بسم الله ما شاء الله بقى، ايه قليت بطاطس، حطيت مخلل زيتون، سلطة حلوة كده بابا غنوج، او سلطة بتنجان، سمك المشوي جميلة وتحفة تحفة تحفة.